النهاردة عايز أتكلم معاكم عن سلسلة جديدة، يعني عايز أعملها معاكم إن شاء الله سلسلة حلقات، وهي تجربتي في الغربة أو تجربتي مع الغربة. أكيد كل واحد فينا وإحنا صغيرين له طموح، له أحلام. والغربة أو السفر بره كان واحد من ضمن الأحلام والطموحات اللي كانت موجودة عند ناس كتير جدا. بس صدقوني والله في الفيديو ده إن شاء الله أو في مجموعة الحلقات اللي أتمنى إن شاء الله إنها يعني تنال إعجابكم، ان الكلام ده اكيد يعني متهيألي ما سمعتوش قبل كده، او ممكن مش هتسمعوه من اي حد. فالغربة اكيد لها جانب ايجابي وجانب سلبي. فدي تجربتي من اكتر من 17 سنة، تقريبا 18 سنة، وانا سافرت بره مصر، ويعني اتغربت كتير ولفيت كتير. بس وصلت لمرحلة دلوقتي زي انسان عايز، زي ما قلت حتى انا بعرف بنفسي في القناة، ان انا تجربتي مع السفر يمكن بدأت في سنة 2007، كانت متأخرة شوية. حتى التوثيق بتاعي للأسف ما كنتش بوثق، سواء كانت في سفرياتي او مش شرط، بس في ان انا اماكن كنت بصورها او بحاول اعمل عنها مثلا يعني توثيق بمعنى كلمة توثيق. فالنهاردة بدأت ان انا احاول اتكلم عن خبرتي في الحياة. الخبرة الحمد لله اللي اكتسبتها وخدتها من خلال تجربتي في السنين اللي فاتت، وعايز ان انا اوصلها لناس. عارف ان يمكن تكون الظروف الاقتصادية صعبة جدا في المنطقة العربية، مش بس في مصر. بس صدقوني والله السفر زي ما له مميزات، ان حلو ان انت بتحس بآدميتك، بتحس بحاجات كتيرة جدا، بس له عيوب كتيرة جدا. الغربة قد ما بتديك بتاخد منك اكتر، وما حاسش بيها الا الانسان اللي اتغرب، اللي بعيد عن اهله، اللي حتى ممكن ان هو ما حضرش جنازة ناس قريبة منه، ما حضرش مناسبة معينة. جات عليك الفترة والأيام والسنين وأنت الوحيد لوحدك في الغربة. مر عليك كم رمضان سألت نفسك. آه، أنا الحمد لله طلعت وكنت متزوج، وعندي طفل الحمد لله دلوقتي بعد 14 سنة أو أكتر من 14 سنة زواج. يعني للأسف دلوقتي أنا انفصلت طلاق. الحمد لله كان ليا طموحات زي أي إنسان في الحياة وفي الدنيا. ممكن كنت عايز اسافر، وربنا اكرمني الحمد لله بفضل امي، يعني الله يرحمها، ووالدي، يعني ابويا، يعني ده ربنا يديله الصحه، واكيد لكل ام وكل اب. فمن ضمن السلبيات اللي في الغربه ان انا كنت حتى يعني ما حضرتش جنازه امي، او ان انا ما كنتش موجود، انا غصب عني في الظروف. فالحياه بره في بدايتها في الاول، اكيد لو انت طالع دارس بتختلف فتره معينه، وفي يوم من الايام هترجع بلدك. حتى لو انت عايز تكمل بعد دراستك هناك، عجبتك الحياة في أوروبا. أوروبا حاليا مش هي أوروبا اللي زي زمان. أكيد آخر حاجة دلوقتي نرجع بظهرنا لورا، الحرب الموجودة بتاعت أوكرانيا، وقبل حرب أوكرانيا الأوروبيين بوجه عام أو بوجه خاص في دولة زي دولة بولندا اللي أنا مقيم فيها وبحمل جنسيتها الحمد لله، يعني لفيت 80% من أكتر الدول الموجودة في أوروبا أو المنطقة اللي حوالينا اسكندناف. والحمد لله يعني عندي إقامة في أكتر من كام بلد، وربنا اكرمني عرفت قوانين بلاد كتيره جدا. عشان كده حاولت ان انا من خلال القناه دي ان انا اساعد الناس، ابين للناس حاجه. مش شرط ان انا بصور منطقه سياحيه وابينها وانزلها على الفيديو، لا. زي مثلا في اغلب الاحيان بلاقي النقد قبل الايجاب، وبتقبل كل حاجه. ان واحد بيقول لي رايه في محتوى صورته او حاجه بقولها معينه، انت قاعد في مكانك مش حاسس بالانسان اللي هناك. زي في واحد ممكن يعمل لك من البحر طحينة، هاخدك هصفرك هساعدك هعمل لك كل حاجة الإجراءات، والناس عايزة تتعلق بأي أشياء. أوروبا أنت في أحيان ممكن تلاقي ناس يعني دفعت اللي وراها واللي قدامها، وجات نامت في الشارع ومش عايزة ترجع. هترجع تعمل إيه؟ تقول لك أضحك عليا الناس. ففي أحيان أنت فكر مرة واثنين وثلاثة. يعني أنا واحد الحمد لله قلت لكم طلعت من مصر كنت متزوج من أول يوم، عندي زي راجل مقيم بأي مشاكل، متزوج من امرأة أجنبية. بس صدقوني في اختلاف في الثقافات، اختلاف في العادات. انت لو مش مؤهل نفسك ان الغير يتقبلك قبل انت ما تتقبل الغير، صعب.
مش هتقدر تعيش لاي سبب من الاسباب. مع اول دروب هتقع. انا عن نفسي ناس كتير جدا كانت قريبه مني كانوا بيتراهنوا عليا ان انا مش هقدر، مش بتاع غربه، وهرجع بعد شهر او باتنين. الحمد لله النهارده 18 سنه، لفيت قلت لكم العالم كله. الحمد لله عرفت ثقافات، اجبرت الناس اللي موجوده، مش شرط الشعب البولندي، لانه ممكن يكون الشعب هنا شعب عنصري بطبيعته، بس صدقوني في احيان انا بحب العنصريه. واحد يقول لي انت انسان غريب بتحب العنصريه، اقول لك لان اللي بيحصل حاليا في احيان كل بلد في اوروبا بتختلف من الثانيه. المانيا عن فرنسا عن انجلترا، يعني مثلا انجلترا قبل البريكسيت وقبل خروجهم من الاتحاد الاوروبي كانت دوله جميله جدا. فرص، مش شرط اللي انت مواطن من دول الاتحاد الاوروبي، لا، هم يحترموا الصراحه والصدق وانك تمشي كويس. بس هتنزل كده غلط. كتر فيها اجانب، كتر فيها لاجئين. فرنسا الناس نايمين في الشوارع. في الدول الاسكندنافيه مشاكل كتير جدا، الناس بس بتدور على السوشيال او المعونه، مش اكتر من كده، مش عايز يشتغل، بيجيبوا لهم فرص بيقول لك مش عايز اشتغل. في اسبانيا، في البرتغال، اشتغلت في شركه يعني مالتي ناشونال، وحصل مشاكل كبيره جدا حتى في البرتغال. ناس بتعيش حتى على حاجات يعني صدقوني وقلت لكم مش ما اقدرش اقولها يعني من خلال الفيديو او الفيديوهات. في النمسا، في النرويج، في الدنمارك، يعني كل بلد الحمد لله رحتها وشفت اللي بيحصل فيها. هولندا مثلا دولة حتى تقول لك أيام اقتصادها مثلا آسف على نوعين معينين، على تجارة كذا وتجارة كذا. فأنت عايز تمشي في الطريق ده ممكن تعمل ملايين وممكن تعمل فلوس، وصدقوني يعني أنا لسه راجع من فترة كنت في مصر، كنت بالأكتر في مدينة الغردقة، مدينة ساحلية. أنا شفت بعد إنسان بقى أكتر من 18 سنة شفت حاجات شفتها في مصر ما شفتهاش في أوروبا حاليا. في تغييرات كبيرة جدا. فأنت في الغربة ممكن تحس بآدميتك، تحس إن أنت إنسان، بس بعد كده لو انت مش مؤهل نفسك من خلال دراستك، حتى لو معاك ماجستير، حتى لو معاك دكتوراه، في احيان ممكن في دروب، فلازم تتقبل شغل غير مجالك. ممكن تشتغل مثلا على تاكسي، على اوبر، ممكن ما تلاقيش اي حاجه لو انت مش متعلم اللغه، هتقعد في البيت، ولو قعدت في البيت ونمت وتعبت ما حدش يسال عنك، حتى اقرب الناس. فلو انت هنا ما مشيتش معاهم وعملت اللي هم عايزينه، ممكن انا اسف هتشرب، ممكن تتجه للمخدرات، ممكن تتجه لاي حاجه تانية، ممكن الناس بتقول لي عايزه ابيع نفسي بس اطلع بره البلد. انا بقول لك طب وبعدين اطلع. انا مش بقول كده واعمل كده، انا بحاول اديك جزء من تجربتي في الغربه. الغربه والله العظيم صعبه. يعني انا في ايام اخيره كنت اكاد اكون ان انا خلاص بموت لوحدي، بس الحمد لله. فبره زي ما انا بقول تاني، السلبيات قبل الايجابيات. ان انت ثقافه تانية، حضاره تانية، عيشه تانية، لهم عاداتهم وتقاليدهم. فانت لو انت ما جعلتش اللي قدامك يتقبلك ان هو مش ادخل ابقى معاهم خلاص واعيش الحياه الاوروبيه، هو كده ممكن ينزلك من نظره، انا اسف يحتقرك. لان انت لما بتحترم دينك وبتحترم تقاليدك الحمد لله، تصوم في رمضان ويعني تتحول حتى انسان بقيت اوروبي، او انت انسان يعني خدت جنسيه ما احدى الدول الاوروبيه، بس لازم هنا بتجبرهم ان انت يحترمك، يعني ثقافتك، تاريخ بلدك، قيمتك وحضارتك. احنا حضاره مش بس نقول دايما يعني حضاره الاسد اوكي 7000 سنه زي مصر، بس وبعدين شايفين احنا وصلنا لفين دلوقتي. الشباب بيرمي نفسه. انا بدخل مثلا على وسائل التواصل الاجتماعي زي التيك توك او الانستجرام مثلا عشان لازم يكون في لينك مع قناه اليوتيوب. والله العظيم انا صعقت. وصلت لمرحله ان الاهالي بيبيعوا بناتهم، او بيبيعوا انا اسف شرفهم، بيعملوا اي حاجه عشان الفلوس، او بيهين نفسه او بتهين نفسها. طب ليه؟ انت في بلدك بتهين كده، تطلع بره اكيد هتعمل حاجات تانية كتير جدا. ناس شغالين في مجال السياحه جم هنا بره، انا اسف كان هناك اللي شغالين في شغل السياحه عارفين ايه بالظبط الشغل بتاع الخرتيته، او الناس اللي بتشتغل اللي هو بينصب على الاجانب او الكلام ده، جه هنا يعني عمل مشاكل كبيره جدا، وبعد كده صاب مراته لوحدها، دخل السجن، مشى في طريق غلط، تاجر في المخدرات، عمل اي حاجه. وفي احيان اوعى تفتكر وتفرح ان احنا نقول جاليه كبيره جدا. احنا للاسف العرب بره بناكل في بعض، ما بنحبش بعض، ما بنحبش الخير في بعض. انا في اول زياره ليا لفرنسا لباريس والله يعني ما زلت افتكر اليوم ده.
اتنين قتلوا بعض عشان 50 يورو، يعني حتى 50 جنيه او 50 قرش او سنت او فلس، انك تقتل روح. واحد كان صاحبك صديقك ساكن معاك في نفس السكن، يسرقوا بعض. انا ناس كانت بتعمل معايا الكلام ده في السكن، وبيحد منك ويغير منك عشان انت معاك اقامه وبعد كده معاك جنسيه، انت معاك واحنا معناش. ولو رجعت عن طريق البحر وتهريب هكرر مره واثنين وثلاثه، وبعد كده الحلم زي الحلم الامريكي. وصدقوني كل ده سراب. الغربه لها يعني ضريبه بندفعها من قوتك، من صحتك، من كل حاجه كبيره جدا. دلوقتي في مشكله حصلت لي مثلا في الحركه في ركبتي، يعني كنت في الغضروف بسبب الجو. احنا بحب نوصل -30، ما بنطلعش حتى مش من البيت بس، فما بيحسش بالحاجه دي الا الانسان اللي كاوي بيها. وانت بعد كده الحمد لله انا ما زلت وممكن اساعد الناس على قد ما اقدر. بس الناس بتيجي كلامي ده ان انا مش عايزهم يروحوا هناك. يا عم انت عشان انت قاعد هناك وانت احسن من غيرك، انا مش محتاجك ومش مستنيك انك تقول لي الحمد لله. الحمد لله، انا حامد ربنا وشاكر فضله، فضل دعاء امي الله يرحمها وابويا. فلازم هنا نحترم بعض، ولازم دايما نقف يد واحده. الاجنبي دايما، معلش انا مش هدخل الدين في او حاجه، ما عايز اقول لك الدين في السياسه، لا ده بس دايما بقول دايما القران او حتى في الانجيل الحمد لله كلنا سواسيه في الدين، سواء كان الدين اليهودي او المسيحيه او الاسلام. بس باحيان بيقول لك لن ترضى عنك حتى. فالانسان ده مش تبقى حبيبي زي ما بقول لك هنا في ايه، مفيش حاجه كده. يعني بولنديين عندهم حاجه بيقول لك ايه، نيزا دارمو، اتس nothing فري. مش هديك فلوس من غير مقابل. زي الانسان يقول لك هساعدك بس بيع شرفك، هساعدك بس اعمل كذا. انا اشوف ناس حتى وصل مرحله استغفر الله العظيم الحدهم ولادهم، سابهم حتى يبقوا على دين تاني غير الدين. يعني مش شرط اقول الاسلام حتى لو هو مسيحي، بس ان هو خلاص بتعامل بالنسبه له يعني دماغه فلتت. فالغربه انا عايز بس ابدا معاكم في اول حاجه اقول لكم كمقدمه. انا كنت زيكم. عمر البحيري انسان كان عنده طموح، كان عنده احلام. يمكن للاسف لحمي ودمي واهلي اللي ما زالوا لحد الان بيحاربوني. كنت عايز طريق تاني ووصلت في طريق تاني بتاع امي الله يرحمها. طلعت بولندا، بدات اول خطوه. يعني الناس اللي كانت بتتراهن عليا بعد كده الحمد لله بقوا كلهم ليه؟ لان الحمد لله كنت راجل وجامد. الغربه علمتني بالذات في بلد زي بلد هنا بولندا. اي مكان كنت بروحه خدت منه ثقافه، خدت منه حضاره. بس قبل كده كنت بجبرهم يحترموني قبل ما احترمهم. عشان بايه؟ الحمد لله بثقافتي وايماني بالله سبحانه وتعالى ورضا اهلك ورضا الوالدين. واتعلمت، علمت لغه، ثقفت نفسي. بس رغم كده دلوقتي بندم. مثلا معاك درايفنج لايسنس، معاك رخصه قياده، اتعلم لغات تانية كتير جدا. اتعلم حاجه مثلا زي الدهانه، النقاشه في فرنسا، اتعلم مثلا سواقه. ممكن تطلع تسوق اوبر دلوقتي. اوروبا مش زي زمان اقعد على مكتب على كرسي، لا. حتى لو انت متجوز، حتى لو انت معاك النهارده في دروب ممكن يكون معانا الجنسيه. الاوكران النهارده عايشين عيشه احسن من الاوروبي اللي متجنس. فالحياه اتغيرت كتير جدا. اوروبا مش زي اوروبا بتاعت زمان. لو انت طريقك عايز طريق الهلس، انا اسف، عايز طريق اي حاجه غلط، هتعمل مش فلوس بس، هتعمل ملايين في اوروبا. وبعد كده تروح لواحد تاني تعالى اضحك معانا كذا كذا وبتاع، وفي الاخر ايه؟ ده ضحكت عليه، انت ما نصحتوش. حاول تنصحه وتقول له الطريق. زي ما انا كنت بقول للناس ازاي نحمي نفسنا وما نقعش فريسه للنصب والاحتيال. بحاول اديك اول خطوه، اول سلمه في الطريق الصح. عندك حلم حققه، اتمسك بيه، اوعى تتخلى عن الحلم بتاعك ده. ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك، ربنا هيقف معاك. بس خلي عندك ايمان بربنا. اقعد كده واعرف ايه اللي انت قصرت فيه، ايه اللي انا ما عملتوش يا رب، ايه اللي انا عايز اعمله. واوعى لو في ايدك فرصه انك تساعد الانسان وتساعد الغير ما تتخلاش عن مساعده الناس. انا الحمد لله بسمع كلام وبطنشه، بسمع كلام الناس. حتى الغل، الحقد، الحسد، الغربه من هنا علمتني رغم سلبياتها، بس جمد قلبي، جمدتني. فاحيانا بقعد شهر بنتي ما بتتصلش بيا، ما بسمعش صوتها، وانا مش زعلان منها. انا بحبها زي ما اهلي كانوا بيحبوني واتمنى لها الخير. بس الغرب هنا صعب، كله نفسي نفسي. ممكن تبقى مع مراتك حاجه حصلت كده صغيره بره بالسلامه. صديقتك او البوي فريند او الجيرل فريند، الحياه الاوروبيه جميله الله، بس في لحظه من اللحظات مش عايزك، في لحظه من اللحظات اوت.
ممكن ترمي في الشارع، واقسم بالله شوف ناس كتير جدا نايمين في الشارع في عز التلج. ولو رحنا مثلا اسف المسجد بيت ربنا سبحانه وتعالى، سمعت الناس يقول لك في ايه هيبقى ربنا احن عليك او ان انا احن عليك من ربنا سبحانه وتعالى، يعني لو لقاك نايم في الشارع اقسم بالله ما تفرق معاه. مش هقول للدين الاسلام بس، لا يعني حتى لو بقول مثلا بيوت ربنا اللي بتعبد في الارض. فانا ناس كتير بولنديين اجانب، مش هقول بقى مسيحيين كفره، ساعدوه معايا بعد ربنا سبحانه وتعالى، وما زلت ادين لهم بالفضل. مش شرط تكون من الديانه، مش شرط تكون من نفس البلد بتاعتك. واحد بيحبك و10 بيكرهوك. فعشان كده بره جمد قلبك، جمد نفسك. السفارات بتاعنا للاسف بما فيهم جمهوريه مصر العربيه، النهارده مثلا سفاره المصريه في بولندا في وارسو اتفتح مبنى جديد للسفاره، دايما كنت بحاول اتواصل معاهم حاجات معينه، اقسم بالله ما بيسالوا في حد، ما بيعبروا اي حد، دايما بس يقول لك ايه احنا في خدمه ولادنا بره. انا بقول لكم واحد من الناس ويشهد عليا، واقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم ما بيسالوا في اي حد. لو قعدت هنا اليوم القيامه اتصل بيهم لحاجات معينه، وظائف مثلا كتيره جدا الحمد لله، ياخدوا البولندي، ياخدوا اي انسان حتى بيتكلم كلمتين بس باللغه العربيه، صباح الخير اساعدك بايه؟ احنا ما نساعدش بعض. في ناس مثلا من احدى الدول العربيه مثلا من الامارات ساعدتهم هنا في بولندا، وقفت معاهم، يعني عملت لهم ايه بالذي، حتى كلمه شكرا. انا في مرات قابلت ناس من الامارات جايين هنا في رحله من الامارات، لقيت شنطه كبيره اقسم بالله لو انا انسان وحش كنت خدتها، خدت اللي فيها. كلمه شكرا حتى ما قالتليش وبتزعق فيا، عشان بقول لها لو سمحتي اشوف بس الباسبور بتاعك اثبات الشخصيه ان الشنطه دي ليكي. فعايز اقول ان الغربه علمتني ايه الجانب الايجابي بتاعها، ان ابقى جامد ما ابصش لورا. سمعت كلام كتير جدا نفض. فالغربه زي ما قلت لكم النهارده بدات بالسلبيات، لها ايجابيات. علمتني اعتمد على نفسي، اتعلمت لغه، اعرف كل انسان الحلو من الوحش، وانت تقرر تسمع وتقرر، وفي الاخر بتاخد القرار، انت صاحب نفسك صاحب قرارك. ندمت كتير في حاجات معينه سبتها، كانت الحياه واخداني، بس بحاول دلوقتي اوصلها لناس تانية زيكم، لبنتي ان شاء الله اللي ربنا سبحانه وتعالى هيسالني عنها ان شاء الله يوم القيامه، حتى لو هي اجنبيه مولوده هنا بقدر اعمل كل ده. فانتم يعني اجمدوا بايمانكم بربنا سبحانه وتعالى. عندك حلم امشي قانوني في السفر، ما تمشيش غلط، ادرس ثقف نفسك. بس قبل كل ده اعرف ان الغربه النهارده ما عادش زي زمان، 10 20 سنه فاتهم، حتى 20 25 سنه فاتهم. الدول ممكن بتبهرك، حياه حلوه، اكل نظيف، فسح، هدوم، كل حاجه. عندك احدث تكنولوجيا الحمد لله، احدث تليفون، احدث لابتوب، احدث كاميرا، احدث معدات تصوير. بس في الاخر ايه؟ لوحدك. قعدت مع نفسك سالت كم رمضان عدى عليا، كم كريسماس، كم عيد مجيد، كم مجيد، كل حاجه، كم اي حاجه، انا قاعد لوحدي بعيش غير ربنا. انا امبارح يمكن النهارده بعمل فيديو، النهارده امبارح اقسم بالله انا كنت بين الحياه والموت بالليل ولوحدي مش عارف اعمل ايه. اقول له بس يا رب قويني، الغربه صعبه. احنا النهارده انا في الشهر ده النهارده كمان كام يوم، يوم 14 عيد ميلادي، وفي نفس الشهر بعدها بيومين وفاة امي، 9 سنين وانا حتى ما حضرتش جنازتها. بعيد عن اهلك، بعيد عن ابوك، بعيد عن امك، بعيد عن حاجات كتير جدا. بلادنا واوطاننا جميله بس للاسف مش لينا. مصر دايما بقول للغريب، للغريب. انا هنا بتعامل، حتى انا راجل بولندي ومعايا اقامه في اكتر من كام دوله اوروبيه، وما زلت بتعامل السكند كاتيجوري او الدرجه الثانيه. ليه؟ عشان قلت لك لن ترضى عنك حتى انت او انا، حتى الانسان بتعتمد عليك. فشوف هنا سلبيه كده جدا، في التلج في القرف بتعافر بتجري، وقعت على ركبتك على ظهرك، مين معاك؟ محدش معاك. لو زوجتك بالسلامه، لو بنتك او ابنك بالسلامه، كله نفسي نفسي. فالكلام ده صدقوني والله مش هسمعوه من حد تاني. فمعلش انا اسف ان انا لو بدات معاكم اول فيديو ليا معاكم بالطريقه دي، بس حبيت بس اعمل حاجه تانية زي ما قلت، محتوى تاني. ان انا بس اكيد يعني عايز اوصل لكم حاجه من جوايا مش هيحس بيها الا اللي اتغرب زيي، ومش شرط اللي اتغرب زيي، حتى الانسان اللي قاعد في مصر، اللي قاعد في العراق، في الجزائر، في تونس، ومستني الفرصه. صدقوني والله لو بايدي هساعد الناس كلها، ولو بايدي هديك الخبره، عصاره الحياه. بس اعرف ان الغربه صعبه.
هتديك وهتاخد منك اكتر ما تديك. هتحس بادميتك، اطلع امشي اتفسح اتفرج اعمل كل حاجات كتير جدا. بس الغربه صعبه، الغربه صعبه صعبه صعبه. فبدات النهارده عايز اقول لكم ان قبل ما اختم مره تانية بقول في الجزء بتاع النهارده سلبياتها وايجابياتها. سلبياتها وحيد، مفيش حد جنبك، لازم تعتمد على نفسك، ثقف نفسك بنفسك. انت تعمل كل حاجه لنفسك. ما تسيبش لاخر لحظه وتقول بكره اعمل، لا، اعمل. بعد كده ما تعرفش ايه اللي هيحصل. قوانين بتتغير، حاجات بتتغير، العنصريه بتزيد، بيزيدوا حتى لو انت من نفس ملتهم. معتقدات، حاجات بتتغير جدا. النهارده بقى في طلع جيل جديد مثلا بنسميها اليمين المتطرف، او انه مثلا انا اسف الناس اللي هو انتوا فاهمين المثليين او الكلام ده. اوروبا اتغيرت عن زمان كتير جدا. فغربه، تلج، وحده، اكتئاب. بس في نفس الوقت في حياه كويسه، ان لم تكن مثلا واو بيرفكت. هتشوف عالم، حضارات، ثقافات، مناطق كبيره جدا، بتصاحب ناس، بتعرف ناس، بتعرف كل حاجه. حريتك، ادميتك، تقول ده الحاجه دي مثلا رخيصه، انا بجيب كذا، انا بعمل اكل وشرب، ده انا ممكن اكل ب 2 3 جنيه او بكذا كذا. ما نحاولش دايما نقول العمله بالفرق في الكلام ده. بس اتمنى من ربنا ان اول فيديو النهارده عن تجربتي مع الغربه احاول اعملها ان شاء الله في اكتر من حلقه. انا كنت ضيف خفيف عليكم، مش ضيف تقيل، واحاول اكون وصلت لكم جزء صغير من المعلومه اللي انا عايز اقولها. تجربه عمر البحيري مع الغربه يا ريتنا تكون وصلت لكل انسان. عندك حلم عايز تحققه، امسك فيه، ما تسيبوش. ربنا سبحانه وتعالى هيقويك ويكرمك، وارضي ابويك، والديك، امك وابوك، وكون صادق مع نفسك قبل ما تكون صادق مع الغير. هيحترموك قبل ما تحترمهم، هيقدروك. اتعلم، اعرف حاجات كتير، لغات، رخصة عربية، زي بسميها مهنة، عشان تطلع بره سليم، ما تقعش في يوم من الأيام. ولو وقعت هتعرف إن شاء الله إزاي هتقوم تاني، وإزاي بإيمانك وبكفاءتك واحترامك لنفسك قبل احترامك للغير هتوصل إن شاء الله. وأكيد الدنيا كلها مش سواد، مفيش بس ضلمة، مفيش بس سلبيات، في إيجابيات. بس إن شاء الله كل إنسان هتوصل اللي أنت عايزه، هتوصل لحلمك. أنا مش ساحر ولا عندي أي حاجة، بس الحمد لله الغربة والحياة علمتني كتير وعصرتني. فعايز أديك خلاصة العصارة بتاعتي دي، ودايما إن شاء الله هبدأ بالحاجة دي في الفيديوهات اللي جاية إن شاء الله معاكم، وتكملة تجربتي مع الغربة. كان معاكم عمر البحيري وقناتكم قناة المهاجر. أشوفكم على خير إن شاء الله، مع ألف ألف سلامة.